كما كنا انفردنا في قناتنا باقتراب صفقة زيزو مع النادي الأهلي، يأتي الآن التأكيد الرسمي وإليكم كل التفاصيل. جناح ونجم منتخب مصر ونادي الزمالك أحمد سيد زيزو يراود جماهير الزمالك ويوقع عقود انضمامه للنادي الأهلي المصري رسميا. هذه الخطوة تأتي وسط حالة من الجدل الكبير بين جماهير الزمالك التي كانت تأمل في تجديد عقد اللاعب مع ناديها، إلا أن اللاعب فضل القلعة الحمراء نادي القرن. بحسب مصدرنا، وقع زيزو العقود في منزل أحد مسؤولي النادي الأهلي بحضور والده الذي يعمل كوكيل لأعماله. العقد يمتد ل3 سنوات براتب يقدر ب1,100,000 دولار للموسم الواحد، ومن المتوقع أن يتم الإعلان الرسمي عن الصفقة قريبا جدا وبطريقة مثيرة. زيزو البالغ من العمر 29 عاما كان قد ألمح في وقت سابق إلى إمكانية بقائه في الزمالك، إلا أن الواقع كان مختلفا تماما. هذه الخطوة اعتبرها البعض مراوغة من اللاعب تجاه ناديه وجماهيره، خاصة مع التصريحات المتكررة التي تحدثت عن استمراره مع الفريق الأبيض. صفقة انتقال زيزو إلى الأهلي تعد ضربة موجعة لجماهير الزمالك، خصوصا أنها تأتي بعد رحيل أسماء بارزة مثل إمام عاشور وأشرف بن شرقي ليلتحق بهم زيزو الآن. زيزو يعد أحد أبرز اللاعبين في الكرة المصرية حاليا وأحد أعمدة الفريق الأبيض خلال المواسم السابقة، مما يجعل رحيله خسارة كبيرة للفريق على المستوى الفني والمعنوي. في المقابل اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي حيث أعرب جمهور الزمالك عن استيائه الكبير من هذه الخطوة ومن قرارات إدارة فريقه. ومع اقتراب الإعلان الرسمي عن الصفقة تجد إدارة الزمالك نفسها في ورطة مع الجماهير، وهي مطالبة حاليا بعقد صفقة بديلة لزيزو لكي ترضي جماهيرها.